السلام عليكم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد، وحشتوني قوي. النهارده بقى كان عندي صدرين فراخ، قلت اعمل لهم ناجتس الاولاد بشكل جديد. وكمان اشارك معاكم الفيديو، بس شكل الفراخ تحفه. كملوا معايا الفيديو الاخر، ويا رب الفيديو يعجبكم. بس ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب لاول مره يدخل القناه، وكومنت حلو. بصوا بقى، هنا حضرت يعني كده كده الفراخ كانت عندي في التلاجة. جبتهم قطعتهم تقطيع عادي كده زي ما انتم شايفين. اي تقطيع انا كده كده هفرمهم. كمان حضرت عيش توست، وكان عندي برضو في التلاجة. مش متوفر عندك فينو، واحد فينو مثلا، ما عندكيش برضو شوية بقسماط عادي. اللي كان عندي توست، وكمان التوست بيدي طعم حلو قوي. هنا مسكت التوست وقطعته، قطعت الحروف دي طبعا انا مش هستغنى عنها. انا انشفها في الفرن واعملها بقسماط لاي بانيه هعمله بعد كده. هنا بقى اخدت كده قطعتها برضو مكعبات صغيره علشان ايه افرمهم مع بعض. حطيت بقى كل الكلام ده في الكبه، وابتديت بقى هفرمهم. هنا فرمه بقى ايه ناعمه جدا. انا عايزاهم ناعمين قوي على قد ما اقدر. كمان هحضر بولة علشان خاطر انزل بالفراخ اللي انا فرمتها ناعم جدا، وعشان احط لها التوابل بتاعتها. هفضيه. انا طبعا ضربتهم على مرتين، وكمان هو ما شاء الله صدرين الفراخ عملوا معايا كمية حلوة قوي. التوابل هنا بقى عبارة عن ملح، فلفل اسمر، بابريكا، بهارات فراخ، آه كركم، كمان شوية جنزبيل بودر. وهبتدي بقى ارشهم على الفراخ، وهقلبها بقى تقليبه حلوه قوي. انا قلبتها هنا بالشوك، عايز تقلبيها بايدك مفيش اي مشاكل. هفضل اقلب فيهم تقليبه حلوه كده لغايه ما المكونات دي كلها تبقى كده ايه عجينه واحده. هنا كمان حطيت معلقتين زيت، علشان خاطر بصوا الزيت عمل فيها ايه، يعني لم الدنيا كده واداني ايه عجينه متماسكه. هنا بقى حضرت قالب سيليكون، وهو ده اللي انا كنت عايزه افاجئ بيه ولادي، ان انا اعمل لهم ناجتس بشكل الشكل القالب ده. هما فرحوا بيه قوي. كمان الناجتس كان طعمها تحفه قوي. الكميه اللي عندي احتاجت يعني عملت تقريبا من القالب السيليكون ده 3 وحدات. ما شاء الله عمل كميه حلوه قوي، كميه كبيره. ما تنسونيش بقى في اللايك. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك حلو، وعايزه كومنت حلو، كومنتاتكم بتبسطني جدا. ولو اول مره تدخلوا القناه اعملوا لي سبسكرايب. بعد ما اخلص رصهم بقى في القوالب السيليكون، هبتدي احطهم في الفريزر تقريبا نص ساعه. عايزه اقول لكم على حاجه. انا هنا عشان كنت مستعجله هعملها على الغدا. لو انت حابه ان انت تستبدلي مثلا تخليها قبلها بيوم، ماشي مفيش مشكله. اعمليها قبلها بيوم واعمليها على ميعاد الغدا بتاعك. هنا حطيت واحدة بيضة على نص كوباية لبن تقريبا، وهبتدي ابهرهم واعمل يعني اديهم البهارات بتاعتهم. سنة ملح، سنة صغيرة قوي كركم. انا عايزة بس عشان الكركم ده للون. دي كانت سنة صغيرة قوي. وهنا كمان هحط سنة بابريكا، وكمان هحط سنة فلفل اسمر. مش هحط هنا بهارات كتير، علشان خاطر انا كده كده حاطة بهارات في الفراخ، وكانت مخليه طعمها تحفة جدا. وادي قلبتهم حلو قوي. كمان هحط لهم، انا حاسه هنا الخليط كان شويه خفيف، فحطيت نص معلقه، يعني هي معلقه يعتبر معلقه. معلقه نشا قدها بالظبط دقيق، علشان اعمل خليط شويه تقيل كده سميك، عشان اما احط فيه الفراخ يعمل لي طبقه. هنا حضرت بقى فيجيتار. وكمان حطيت نص قد كميه الفيجيتار اللي انا حطيتها، يعني الكميه كلها اللي انت هتستعمليها للفراخ للناجتس هتحطي نصها كورن فليكس، والنص التاني فيجيتار. هنا طلعت بقى القوالب من الفريزر، نزلتها في الخليط عندي على طول علشان تشرب شويه. بصوا هنا كده شكلها عامل ازاي.
احطها في قلب الفيجيتار واقلبها كويس. هنا بقى اكون محضره الزيت على النار، انا عايزه طبقه غزيره من الزيت. حطيتها هنا في الاطباق، انا ما حطيتهاش في الفريزر تاني، انا كنت خلاص بحضر غدا. حابه انت تحطيها في الفريزر هنا، الخطوه دي مهمه برضو، حطيها ربع ساعه تاني تمسك شويه. وطبقه زيت غزيره. هبتدي بقى انزل فيها الفراخ حمرة. الناجتس بتاعتي رهيبه رهيبه، لازم تجربوها. قولوا لي في الفيديو كومنتات ايه رايكم فيها لما عملتوها. هنا بقى نزلت بالفراخ، ريحتها ما شاء الله كانت جميله جدا، احسن 100 مره من بتاعت بره. انت بتجيبيها جاهزه وضمناها، انت عارفه مكوناتها وما حطيناش فيها حاجات كتير. حمرتها وهتطلعيها على مصفى تصفي براحتها. وبعد ما صفيتها بقى وخلصت الكميه كلها، رصيتها هنا في طبق، حطيت جنبها كاتشب. الطبق شكله روعه، وعملت كمان سندوتش. الطبق كان شكله روعه، طعمها تحفه. لازم تجربوها. دمتم في امان الله، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.